السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهركم مبارك وكل عام وانتم بخير. عدنا لكم من جديد في برنامج جرب حظك واحد للراعي الرسمي محلات علي صالح الجبري وأولاده. سؤال حلقة اليوم يقول: صلى العشاء ثم نام ولصلاة الفجر قام ولم يصلي ركعة واحدة من القيامة ونال أجر قائما، فكيف ذلك يا أكرام؟ تابعوا الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من جديد في برنامج جرب حظك واحد. سؤال حلقة اليوم يقول: صلى العشاء ثم نام ولصلاة الفجر قام ولم يصلي ركعة واحدة من القيامة ونال أجر قائما، فكيف ذلك؟ كيف؟ صلى العشاء ثم نام ولصلاة الفجر قام ولم يصلي ركعة واحدة من القيامة ونال أجر قائما، فكيف ذلك؟ صدق صدقة. صدق صدقة. حظه وفر. مشاهدينا الكرام، عدنا لكم من جديد في برنامج جرب حظك واحد، ومعنا متسابق. اسمك؟ محمد طيب. حياك الله محمد. الله يسلمك. في معنا سؤال وجائزة، كيف معلوماتك؟ لا بأس. السؤال يقول: صلى العشاء ثم نام ولصلاة الفجر قام ولم يصلي ركعة واحدة من القيامة ونال أجر قائما، فكيف ذلك؟ عيد كيف؟ صلى العشاء ثم نام ولصلاة الفجر قام ولم يصلي ركعة واحدة من القيامة ونال أجر قائما، فكيف ذلك؟ حظه وفر. معنا متسابق جديد. اسمك؟ سعيد الملصق. حياك الله يا سعيد. الله يحييك. السؤال يقول: صلى العشاء ثم نام ولصلاة الفجر قام ولم يصلي ركعة واحدة من القيامة ونال أجر قائما، فكيف ذلك؟ صلى العشاء ونام. ولصلاة الفجر قام ولم يصلي ركعة واحدة من القيامة ونال أجر قائما، فكيف ذلك؟ الصائم. حظه وفر. صلى العشاء ثم نام ولصلاة الفجر قام ولم يصلي ركعة واحدة من القيامة ونال أجر قائما، فكيف ذلك؟ صلى الوتر وركعتين الفجر. بس للأسف. سؤال حلقة اليوم يقول: صلى العشاء ثم نام ولصلاة الفجر قام ولم يصلي ركعة واحدة من القيامة ونال أجر قائما، فكيف ذلك؟ يعني من صلى صلاة العشاء جماعة كأنما قام نص الليل، ومن صلى الفجر جماعة كأنما قام الليل كله. فعلا إجابة صحيحة، حصلنا باع من الأخ نور الدين حمود صويلة. وألف ألف مبروك، حصلت على جائزة مقدمة من محلات علي صالح الجبري وأولاده، وهذه جائزة من محلات الوليد، فألف ألف مبروك. حيو. المبدع أشرف عوضة، ممكن نعرف أسعد موقف حصل لك؟ أسعد موقف؟ معك سعيد ولا معك سعيد؟ في صفر يا حبيبي. يا الضيحة في يعني طول حياتك ما مرتش بحاجة سعيدة؟ ولا يمكن إن قد مريت بحاجة سعيدة لليوم. يا منعه. ولا موقف ايش موقف سعيد. جاتني حوالة. تمام. ماشي من المنشي ما هيش باسمي. وصلت دور قد انا عاد استلمها. قال تم استلام الحوالة. بعد قلت له صرف كمين، قال مبلغ كبير من قال. يعني 250,000. وليش تأخر؟ أسعد موقف. سعدت شوي لأن السعادة عندي ما تجي إلا ثواني وبعدها على طول باقي حزن. طيب بدنا أصعب موقف. أصعب موقف يعني مرة جيت أنا من صنعاء. تمام. وأنا فوق شارع هيلبس تسافر. قام صاحب باص ثاني سيح لي. هذا مشي هذا أنا فوق الهيلو، وأنا كل ساعة أقول لصاحب الهيلو يا أخي عاد أنزل، يقول يا من عاد قد ما أجول أنا ركاب نمشي، وأنا أقول ماشي أنا ماشي. كل ساعة صاحب الباص يقول لي أقوم أنزل أركب مع صاحب الباص. هو كان يحمل على الماشي، لا معبر لا ذمر لا يريم لا على الماشي. طلع واحد
وشيش يعني بحالة نفسية لا يعالج له مرض نفسي. ركب معانا أنا قد أن نوصل يدي، هم طبعا قد ركب نزلوا بمعبر بضاف بدماء، قد أن نوصل يريم ذي الراكب هو من العدين. وصلنا لما قد أن نوصل يريم والباص مسرع طلقه، طبعا باص يعني من القديمة بس التزجاج حقين هكذا ما مش هذا البلوكة. الآدمي مريض نفسيا وأنا راكب جنب السواق قدام، هذا موقف يعني حقيقي صح. فتح الطاقة وقفز والله، وهو مسرع الباص، وهو الباص مسرع طلقه أقسم بالله. هو طبعا ضعيف هو بالثوب والعشي، وأنا راكب جنب السواق ما أدري له قلت له السواق أنا احترفته. أنا جي كده رجال مدد هناك والخط كده منتهي الباص طلقه. واصلتم؟ كان يقول يهرب، قلت لا تهرب ولا ستنكم، وقفنا سيارات ذي ورجعنا. إلا قد الشرطيات وبازونا أنا والسواق وردونا دماء. دخلوا الرجال قدوا بالعناية المركزة قدوا منتهي، قالوا كيف تصطموا وتهرب؟ قسما بالله العظيم يا فندم ما شطمنا. قال أبو الحركات أنا عارف الحركات حق المحاسبين، عمل المحاسب حقه لا أعرفه ولا أصرفه. يقول أنا عارف الحركات حق المحاسبين من أكلم، وأنا أقول والله العظيم. هو يقول بجوا الحبس، وأنا أقول خلاص يا أخي صدمنا خلنا نقل. ما عاد روحت له الساعة 12 بالليل بعد ما جاء أهله من العدين وقالوا هو يعالج الأمراض النفسية وهو مريض يعني. كودنات خارجتي يعني ما أزيد أركب أنا. يقول لي الماشي هذا زعجان أنا بالهايلوكس ماشي ما بقي لي موقف خلاص. والله موقف صعب. ما خلى الكواليس والله إني سمي الكواليس. إيش عندك يلا؟ أيوه. مركز الصيادي للملابس الجاهزة، عالمكم المتكامل في مكان واحد. لأننا في مركز الصيادي نهتم بكل تفاصيل حياتكم، جمعنا لكم الأصالة والتكنولوجيا والجمال تحت سقف واحد. نحن معكم. أقسامنا المتميزة: عالم الأزياء، الملابس الجاهزة، تشكيلة واسعة تشمل الرجال والنساء والولاد والبنات بأحدث الموديلات. ملابس التراث اليمني، عراقة الماضي بتصاميم تناسب كل العائلة، بناتي، نسائي، ولادي ورجالي. قسم المواليد، تقوم مواليد بتصاميم رقيقة تبدأ معكم من اليوم الأول. عالم الأحذية، الجزمات، جزمات نسائي ورجالي وبناتي وولادي تناسب كل الخطوات. الجوالات والإلكترونيات، أحدث الأجهزة الذكية والملحقات الإلكترونية لتواكب العصر. قسم التجميل، أرقى أدوات التجميل والعناية لتكتمل إطلالتكم. لماذا تحتار مركز الصيادي؟ شعارنا: بضاعتنا غطت كل شيء. الوكيل الحصري لشركة شي إن، وكيل شركة بيست، وكيل شركة سيتي بوي الهندية للطقوم البناتي والولادي، شركة كلاسيك.
ايوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من جديد في برنامج جرب حظك واحد، في فقرة استراحة اليوم مع المبدع فايز الغزي. حياك الله فايز. ممكن تسمعنا تسبيحة المرحوم الديلمي؟ يلا على طول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في كل وقت وحين وفي الملأ إلى يوم الدين. نسألك يا خير الغافرين اللهم أن على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك تفضلا منك يا ذا الجلال والكمال والإكرام يا أرحم الراحمين. الفاتحة. باقي تسمع الفاتحة. يلا بدنا نسمع الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمعنا النشيد الإسلامي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول صلوات الله عليه وسلم منا إليه. الصلاة يا من حضر للنبي زين البشر ذكره يجل البصر والمدى صلوا عليه. النبي ذاك التمام المضلل بالقمة دافعت عنه الحمام والمدى صلوا عليه. اللهم صل على محمد وعلى